انا بالنسبه لي كشيخ عشيره وكوجيه بالمنطقه هنا والناس تعرف نواف، فاجوا علي شمر ووياهم قسم من عشره الوزيد وقسم من عشره سنانه وقسم من عشره جبور وما يقارب بعد ثلاثه اربعه، قال ابعد عندنا قضيه ويا جماعه محمد العلوي، انا محمد العلوي ما اعرف رجال وحتى انا ما سامع به شاب لان علاقتهم ويا الشباب ويا الناس الكبار ويا شغل عشاير. فرحنا قالوا ما موجود الا صديق ولد شعباوي عنده مطعم بالاميرات والمطعم موجود، قعدنا يمه واستقبل ذاك الاستقبال وقامنا بوجبه الغداء عشاء اقول محترمه وهم ادى المعروف وادى الواجب، قال يابا انا احضر لكم باش له عقبه ويحضر ابوه، وانا شخصيا اتصلت بوالدي قلت له عمي وبينت لنفسي عمي ترى الوضع ماكو شيء شالوا هم اخوان حتى يتحاسبون يتعارضون بعضهم مع بعض، قال جزاك الله عنهم خير. فاتصلوا بي ثاني يوم او ثالث يوم نفس مشمر قال اخوي صار عندنا موعد طيب ويا الولد رحتوا بالبيت، فرحنا للبيت قال محضر شيخه ومحضر والده ومحضر اخوته. شنو اللي صار؟ رحنا فمن رحنا نزلنا بالباب بقينا نطير حوالي ربع ساعه، فالشيخ راح تليفونه عنده كناني يا بتصل هو موجود طالع من البيت احد موجود شو الباب مسدود، اتصل بي قال هسه اطلع لكم. احنا واقفين اجت نجده طبقت، النجده طبقت بالباب مالي واقفه به 4 نفرات من النجده، فراسا الولد في الحق طلق مال الباب عوفنا كله احنا وركض على على النجده، الحقوا لي هاي عصابه هاي قفاصه ذول جاي يخطفوني ذول احنا مثل شلون انصدمنا عمي توجعنا على هاي الولد على غيره شو هاي ايش في هذا؟ قلت له عمي تعال الله يساعدك، قلت لهم ترى تحاكوني رادوا يتجاوزوا، قلت لا ما عليكم انا رجال اكبر واحد بيكم وانا احكي وياه بلطف واعتبره شلون ابني شلون ابن اخوي، قلت له عم ايش بيك؟ خطفك من هو؟ العاركك من هو؟ السبك من هو؟ شو انت مو مؤدب؟ قال جاي تخطفوني؟ جاي تقتلوني؟ انتم قفاصه اهل العقل اهل الجنوب اهل شنو؟ من الحكي هذا؟ انا الحقيقه سبيته وغلط علي قلت له تعال ابو النجده تعال ابو النجده اخذه وسلمه للدوله المركز المامون وانا جاي وراك المركز. ايش قد يطلبوا شيخ تقريبا؟ يطلبون 17 شده هم اللي يقولون حسب حكيهم وعندهم شكوك عليه وما يعطيهم ماكلهم. العلوي وبين جماعه شمر على حساب بيناتهم ويريد يصيرون مشكله تعارك هذا، فجونا كلفونا قالوا يا بحد نقعد احنا قاعده حلوه ونحل القضيه هو وياي جاوين محترمين، وفعلا تواعدنا على ثاني يوم قلنا له خليه يحضر كبيره ويحضر ابوه ويحضر اخوته ويقعدون في مكان واحد وهذا. فمن رحنا تفاجئنا بهالولد، انا اول مره بحياتي عمري 70 سنه اول مره بحياتي اشوف هيك شخصيه وهيك اخو شغله كيديه، لان وقفنا بالباب كلنا احنا تصوير موجود وهذا النجده موجوده هسه شهود عيان موجود كل احنا، هسه يطلع يقول تفضلوا هسه يقول اطلع تفضلوا واقفين بالباب ساكت حتى الباب ما داقيني. شو راسا انفتح الباب الطلاق عبان جاي يقول تفضلوا يا انت بن عشاير وبن العراق هذا كله كرم وكله هاي يقولوا تفضلوا، راسا ركض النجده العقول جاي يخطفوني، النجده طاحت ايديهم كل احنا واقفين يعني شلون انا واقف وياك وانت تصيح المصور تعال خطفوني، يوم يخطفك منو؟ الغلط عليك منو؟ قال انتم هالعقل هالقفاصه مش قلت له عمي شو بتستحي؟ انت ليش مو مؤدب؟ شلون احنا قفاصه عرفت؟ تعرفنا عن مين؟ عفت تعرفني؟ مو عيب وانت بن عشاير وبن هذا عندك طلب ويا الولد هذا من قام يتهدد ويغلط، فانا شفتوني بالتصوير رحت وراه حتى انا اكبر سن منهم ما يتجاوزون عليه او يضربوه، قلت لهم تعالوا يلا تعال ابو النجده انت باشر شاهد عيان لان انت اللي جيت متصل وياه انت والنجده متفق وياه قبل شلون جيت وقفت ببابك؟ اذا اكو اتفاقيه بينك وبينهم اكو اتفاقيه مسبقه وراسا جاي من شاف النجده مالتكم وصلت يلا طلع، لان صار لنا حوالي 3 ساعات واقفين شو ما طلع عندنا، فالسبب هم انتم اذا ما تفهمون الحقيقه احنا عندنا معالي سيد الوزير الداخليه المحترم وعندنا الشؤون وعندنا استخبارات وعندنا كل الدوله، فعمي اذا احنا غلطانين واذا هم قال لا والله هو غلطان، قال صعدوا شهود عليه حاليا النجده هم صعدوا شهود عليه من اخذوه ومشوا المركز المامون واحنا طبينا المركز المامون وحكينا القصه لهم بما جرت، هذا الكل اللي صار. سبب الخلاف ديون يعني؟ طلب بيناتهم حسابات وهذا ناصب على هذا وعندهم مسكوك عليه، هو ما يتواجد لهم هم ما يشارد من عتب، هم الان سجلوا عليه دعاوي والدعاوي اذا تريد اللجان المختصه او قنواتكم تطلب الدعاوي كلها من مركز المامون. شو قد مبلغ الدين؟ ما هو عليهم ذول يطلبون 17 شده ذول غير بس ذول من غير اكو ناس يطلبوا بعد هواي، هذا اللي صار.
شيخ اسمك بس. خادمكم وخادم العراق جميعا الشياع جاسم محمد البهادي. نعم منك شيخ.